من مجرمة إلى مقدمة برامج. بصفقة جنسية رخيصة قامت بدفع ثمنها المجرمة عسل القيسي مع شخص يعمل بإدارة راديو صوت العراق لكي تحصل على عنوان مقدمة برامج. عسل القيسي صاحبة الاسم المستعار والسجل الجنائي بجرائم الابتزاز، تدفع أموالا وغير أشياء لكي تنتحل صفة إعلامية للتغطية على جرائمها. بغداد، العراق، 2 سبتمبر 2024. بتهمة التهديد والابتزاز، محكمة الجنح العراقية تدين منتحلة صفة إعلامية اسمها الحقيقي بيداء محسن إسكندر، كانت تستخدم اسما مستعار عسل القيسي. التحقيقات أثبتت إن الجريمة ارتكبت بالتعاون مع حارس قضائي وموظف يعمل بمكتب وزير الإسكان. المدانة في هذه الجريمة تبين حسب مصادر قضائية إن لها سوابق خطيرة في ارتباطها بأجندات الإساءة للمجتمع العراقي، وكذلك تهديد الأمن المجتمعي. يشار إلى أن البعض من فيديوهات الأدانة للمجرمة والمتورطين معها في الإجراءات التحقيقية قد تم تسريبها، وسيتم نشرها حال الحصول عليها. أدارة هذه القناة الإعلامية هل ستكون شريكة بجرائم الابتزاز؟